الاجتهاد، وكذلك عدد ديال افراد العائله ديال عدد ديال الموظفين المنتخبين من هذا المجلس. نقرا سوره الفاتحه جميعا. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كما جاء في دورات الكتابة دائما القانون التنظيمي أن يكون قانون إخباريا يستطيع من خلاله أعضاء المكتب والرئيس للمجلس ولي العام الحاضر معنا في هذه القاعة على أهم الأمور اللي كانت اخترنا أهم الأمور اللي كانت في هذه الدورة بين الدورتين. يعني اليوم المكتب المسير وغالبا ما تكون المسير في رسائل لجنة النواب باش ندير واحد المكتب المسير موسع، لأنه كفي أن يكون معنا هذا الإخوان في اللقاءات ديالنا وبعد المجلس كامل في حضور بعض الأمور ديال خاصة اللي يمكن على التداول مهم جدا. تبقى المقتضيات القانون التنظيمي اسمح لي ان اقدم لكم تقريرا اخباريا موجزا عن انشطه المجلس بين دورتي يونيو وسبتمبر 2023، وذلك ليفتح المجال لمناقشه نقط امام الدوره في بدايه على الفتره عقد مجموعه من الاجتماعات اهمها فعلا في اجتماع المكتب هذه اساسي. كاين نهار 11 شهر 6 اجتماع اجتماعي كل طلب منهم، وكما كذلك رؤساء لجنة الاجتماع كلقاء مهم وقلنا السيد العميد اللي دابا عنده واحد الرؤية أخرى في التعامل معنا تشبه الرؤية التعامل اللي كان قبل اللي كان السيد قابوري العميد آخر اللي كان لحدهم يكون الله أنه يجازي بخير ويكون رغبان الاتصال معنا كما حضرت الخطاب السماك داخل هذه المنطقة كعميد كلية الآداب. اليوم هذه الشراكة اللي سجلنا بهذا درنا في اللقاء الافتتاحي كما قلت لكم السيد العميد درع سلسلة الاجتماعات فتح لهم تعيين جديدا جاب الطاقم ديالو اللي حنا كمتمثيل هذا فعلا كان اللقاء مهم وكانوا مسجلين على هذا المستوى ديال الاخوان المكتب مستوى كبير جدا. اشار خلال كلماته ان هذه المقاطعه نموذجيه من خلال التعاون ديالها مع الثقافه ومع الكليه. الضباط يكون عارفين الضوء في هذا المجال يكون مشين شكرا للعمليه لانها مهمه جدا في هذه الايام. 2/7 في شهر 8 اجتماع المكتب حضور الدول العاديه شباب وديروا شهر هذا الاجتماع الشؤون الاقتصاديه والماليه كان على 20 شهر 8. هناك عدد من الامور الاجتماعات اللي كانت خارج هذا النطاق. نهار 1 شهر 6 كانت حفل احتفال بفرق الفائزات الدوليه لرقم كره القدم. نهار 23 6 اجتماع بعد رؤساء مسائل القدسيه تعطي نظام مسؤول بشكل الرقميات. نهار الخميس اجتماع اللجنه الموضوعات السيد المدير كيدير العرض ديالو اللي هو انا ما عرفتش هذا تقرير اخباري ما تنطقش كان نقص لا الله يجزيك هذا تقرير اخباري في هذا اخباري ما ينقصش يلا الله يجزيك بخير. بالنسبه للنقاط الاتفاق في جوج الاعمال كنقول بان نسبقوا النفقات هي الاولى. السيد الحكم الشرعي عارف الاخباري ما كيتناقش، ولكن من حقنا ناخذ نقدمها ونعبروا الشيء كنعرفوا ياك لا نص الشهاده مع النص. شكرا السيد الرئيس. انا بغيت نغتنم المناسبه سبق قدمنا تعزيه للسي الحالف الاخ ديالو
بالمناسبة حاضر معنا السي الياس، عاد توفات ليه الام ديالو، جات المناسبة باش نترحموا عليها ونقدموا له العزاء باسم مجلس مقاطعة السياسة. في نفس الوقت نبغيو نرحبوا بالسيد المدير الاقليمي. السنة الماضية كانت عنده ظروف خاصة وكان نائب عليه شي حد في الاخوان، كنرحبوا به في هذا اللقاء. وعنده علاقه بالمشاريع اللي تذكرتي عليها. انا كنت مع السيد العامر وكنتصل به اليوم، كتعرف التعليم ولات عنده الرياضه. هذه القاعه اللي في البلاطه هذه اللي في النادي النسوي خاص يكون عندنا شي لقاء خاص معاه فيها لانها مرتبطه بالاختصاص ديالو. وفي نفس الوقت ندعو الله تعالى باش يعجل بالشفاء ديال الاخ ديالنا السي عبد الجليل البربوشي، وكنهنيوه باسم الفوز ديال البنيه ديال وصال بالميداليه الذهبيه ورفع الرايه المغربيه خارج الوطن. وشكرا. شكرا. الطلب ديال الاخ حول ادراج النقطه الرابعه. لا هو الرويسنس بعدا كاين سميتو 65 ضابط كلشي وانا اللي كنوب عليه. على كل حال اذا النقطه الرابعه نشوف ملاحظات تم المناقشه ديالها في السيد الرئيس الا سمحتي. انا شخصيا ما حضرتش اللجنه، ولكن قريت المحضر هو عندي. الاخوان الله يجزيهم بخير كلهم ساهموا بالاقتراحات ديالهم اللي هي كلها بناءه وكلها كتصب في المصلحه ديال الساكنه ديال سيدي عثمان اللي كتستحقوا لنا كل تقدير وكل احترام. نطرحوا هذه النقطه اللي سمعتوا السيد الرئيس مباشره، حبذا لو اننا ندوزوا مباشره التصويت حتى يبقى لنا الوقت باش يمكن لنا نصنتوا العرض القيم لهذه المناسبه. واللي حضر معنا الاستاذ طارق اللي كنعرفوا بانه ما كيبخلش علينا بالعطاء ديالو في هذه المقاطعه، الله يجازيه بخير والله يكثر خيره له هو ولا المساعدين ديالو الاقربين. فنتمنوا اننا ندوزوا هذه النقطه مباشره باش يمكن يلاه نتناقشوا في هذه المواضيع ديال الدخول المدرسي، وكذلك الموضوع اللي كيهمنا بزاف واللي كيهم الساكنه ديالنا ديال العرض ديال الوالدين. شكرا سيد الرئيس. مقترحات. المقترحات داخل ما كتنقصش من المشروع اللي قدمتوا به وانما ربما انها تستمر واحد المجموعه ديال العمليات. الاولى لاحظت بغيت نفهم ان ميزانيه السياسه استغرقت من الميزانيه ما يناهز 78%. ميزانيه السياسه حينما التجهيز لم يتجاوز النسبة ديال التقديرات ديال 20 و 21%. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السيد الرئيس، السيد رئيس الدائرة، السادة أعضاء مجلس مقاطعة سيدي عثمان المحترمين، السلام عليكم جميعا. السادة الحاضرون كل باسمه وصفاته. هو دائما شرف لنا أن نحضروا معكم في هذه الدورة الخاصة اللي تخصص لها نقطة خاصة بالدخول المدرسي. وكان السنة الماضية كانت عبر عليها الحضور، وحتى اليوم صراحة كان صعوبات رشيد غير لأنني بغيت نحضر، ما بغيتش عاوتاني نتخلف الحضور هذه الدورة هذا الاجتماع. بالنسبة للدخول المدرسي لهذه السنة، وإن شاء الله الدخول المدرسي كما أريد له وكما اشتغلنا عليه منذ شهور، إن شاء الله غادي يكون الدخول المدرسي متميز. عدد من النقاط المستجدات اللي غادي نعيشوها إن شاء الله هذه السنة غادي نعرضوها حاليا على أنظاركم سيد الرئيس وعلى أنظار السادة المصطلحات الجمهور. بالنسبه للدعم المدرسي، بالنسبه للدعم المدرسي اللي كاين في الشراكه مع المبادره الوطنيه للبشريه واللي كيتم تعرف اللي جاء على لسان ديال السيد المدير هو التسميه. كاين 6 أقسام. 6 أقسام بالنسبه للعماله هما المنطقه الحيويه، الجهه اللي تابعه المرشد والجهه اللي تابعه سيدي عثمان. كاين يمكن 4 في سيدي عثمان وجوج في المرشد. هذاك العدد واش هو كافي بالنسبه باش نعطيو باش ندعموا الولاد اللي هما عندهم نقص في بعض المواد او
والنقطة الثانية التوقيت اللي كيدير فيه التعب بعد واش الدري كيستافد من داك التعب لا أظن بأن المولين كان في الحصة ديالو غادي يخرج مع 12 كتزيدو ساعة إضافية واش هذاك الدري غادي يستافد من ديك الساعة الإضافية لا أظن. هذا السؤال كيعطينا مجموعه ديال التساؤلات صغيره، منها شنو هي الجوده التعليميه اللي كنديروا. كنعرفوا ان دابا ولاو الاباء راه كيتكلفوا ويديروا باش يدوزوا ولادهم السوايع. علاش؟ لان ولا كلشي عنده قناعه ان المدرسه العموميه بوحدها غير كافيه ان ولدي باش ينجح ليا في الباطل. خاصني نمشي نكمل ندير السوايع، خاصني نخرج من تما نمشي نديرو، ضروري خاصني نمشي ندير هذاك الدعم. إذا هنا خاصنا نحاول أننا نشتغلوا هذه، يعني عدد كبير ديال الأساتذة متعاقدين. عارف أن عندك قنبلة موقوتة متعاقد ما عرفش راسو حتى واش خدام ما خدام بواحد الإكراهات كيجي باش يقرر لك الدري، يعني راه خاصنا نطرحوها في الدماغ ديالنا باش الواحد ما مرتاحش لا نفسيا لا ماديا، ما عارفش المصير ديالو ما عارفش المستقبل ديالو، وكشاد وليداتنا كيقريو كلها مدارس البيت فيها بناء مؤسسة مع مديرية ومع كلهم يدير اليوم انهم داروا المعاناة في هذه المواطنين اللي انا فعلا نعيش دابا ديال حولني هنا حولني هنا تحول واحد الضغط رهيب على المتفاهمين على الخصوص وجمعيات ديال الاباء باش يكون هذا العمل، وهذا فعلا كراه كبير عندنا في النظام نتسلى من خلصهم سير الشباب. شكرا سيدي الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الرئيس، سيد رئيس الدائرة، السيد الأستاذ الأعضاء، السيد المدير الإقليمي والسيد رئيس مصلحة التخطيط، السادة الطاقم ديال السادة الحضور. بالتالي غنكون مختصر جدا لأن نظرا للوقت ضيق كنشكر في الأول السيد المدير الإقليمي على النقط الرئيسية اللي كنعطانا من التوجيه المالية الرقمية التعليمية للمدة 2035 العلمي، خارطة الطريق للجودة للجميع. فعلا حنا كنتمنوا تكون هذا الشيء حقا يتحقق لنا، وهذه الأهداف باش تحقق خاصة كنعرفوا أن خاص واحد الغلاف مالي كبير وكتدخل واحد المرصود ديالها، يعني ما يمكنش نجيو نخدموا بالفراغ كاوي نديرو باش نحققوا هذه. خاصها تكون عند واحد وخاصة حنا كنتكلم على يعني أهم المميزات هو توسيع قاعدة التعليم العمومي مع جمعية الإدارة. خاصك واحد الآليات باش تخدم باش نوصلوا لهذه الأهداف هذه. طارق السالين المدير الاقليمي لوزاره الوطنيه للتعليم الاولي والرياضه بعماله مقاطعه من الرشيد. كما حضرتوا معنا اليوم في الدوره ديال شتنبر بمقاطعه سيدي عثمان، كان ضمن النقاط ديالها الدخول المدرسي، وتلقيت دعوه من اجل القاء العرض حول الدخول المدرسي. والشيء اللي كان هو اننا لقينا عرض حول معطيات الدخول المدرسي ومستجدات هذه السنه المديريه الاقليميه اللي طبقت هذه الشهور باش يكون هذا الدخول المدرسي دخول ناجح جميع المقاييس. وبهذه المناسبه تنقدم الشكر ديالي للسيد العامل العام مقاطعه الرشيد وجميع اطر العماله، وكذلك السيد رئيس مقاطعه سيدي عثمان واعضاء المقاطعه المنتخبين لاجل المجهودات التي بذلوا معنا والاهتمام ديالهم الكبير للشأن التعليمي بتراب سواء تراب العماله او تراب القطاع. شكرا لك سواء تراب العماله او تراب القطاع. شكرا لك. كتستعدوا لهذا الموسم هذا؟ السنه اللي تكلمنا عليها راه عدد كبير من الامور اللي هي كنستعدوا لها، منها تاهيل المؤسسات، منها تحضير الادوات المدرسيه في اطار منهج المحفظه، منها استعداد الاساتذه وتعيين الاساتذه الجدد والاطر الاداريه والتربويه الجدد. يعني هذو كلها امور اللي هي انطلقت من شهر 5 تقريبا السنه الماضيه، والان مازال حنا كان في اللمسات الاخيره ديالها من اجل الدخول المدرسي. شفنا بعض المقررات افتقدناهم السنه اللي فاتت كان فيهم الدجه وكانت فيهم كثير ديال المقررات موجودين بالنسبه للتلاميذ. المقررات كيفاش المقررات الدجه؟ بعض المقررات ما لقاوهمش بعد المؤسسات ما كانوش موجودين، ما كانوش موجودين كاع. لهذه السنه كنظن ان جميع بالنسبه
الشركات اللي عندها هذا مع مصالح العماله اللي عندها الصفقه، كنظن انها جميع راه بدات في التوزيع ديال المقررات وبدات في التوزيع ديال الكتب على المؤسسات التعليميه، وما كنظنش غادي يكون شي تاخير بحال السنه الماضيه، لان هذا العام لان ديجا العمليه بدات ب 3 مليون العمليه، وانطلاقا من يوم الاثنين المقبل على اليوم الدخول المدرسي غيتوصلوا التلاميذ بالادوات ديالهم المحافظ ديالهم الدراسيه. لا بد ان شاء الله، لا بد ان شاء الله. بالنسبه للاباء حنا راه مجندين معاهم، راه تنبذلوا مجهودات اللي هي كبيره. كيدور في التكثير، كيدور في التواصل الاجتماعي، راه كاين شي حوايج بزاف منهم اللي خطا. الا بغاو المعلومه ولا شي حاجه راه حنا ابوابنا مفتوحه وعندنا مصالح التواصل ديالنا من اجل التواصل معهم واجل تصحيح المعلومات الخاطئه، وحتى الا كان شي امور اللي كاينه شي حاجه اللي هي بصح حنا مستعدين اننا نتعاونوا فيها باش نحلوا مشاكلنا. شكرا لكم. حليمه فكري، نائبه رئيس مقاطعه سيدي عثمان، عضو جماعه الدار البيضاء. اليوم مقاطعه سيدي عثمان كتعرف الدوره ديالها العاديه اللي كانت جل النقط ديالها كتصب على يعني المشكل ديال الدخول المدرسي والمآل ديالو. النسب ديال النجاح اللي عندنا ضعيفه. علاش ضعيفه؟ كان حوار وعرض شيق من عند السيد المدير اللي دارنا في الصوره ووضح لنا جميع الاسباب وعطانا واحد الامل على ان راه فعلا كاين واحد يعني برنامج اللي حاطاه المندوبيه اللي في المستوى اللي غادي يرقوا به في جميع المدارس اللي حنا كنطمحوا ليها. اخوان كلهم دخلوا يعني باقي الاعضاء كل واحد هضر على المشاكل اللي عنده في المنطقه، على المشاكل اللي كيعانوا منها الاباء. فعلا خرجنا بواحد الخلاصات على انه خاص المندوبيه تجتهد اكثر، دير واحد التنسيق مع الناس ديال الامن، خصوصا في هذه المشاكل اللي كنا كنسمعوا ديال المخدرات على جنبات المدارس. كذلك واحد التنسيق مع شركات ديال التنميه، شركات النظافه، في اطار يعني الحث على المفهوم الحقيقي ديال التربيه على البيئه وعلى المحافظه عليها. هادشي كله صب في هذه النقاط، وكانت واحد المناقشه اللي استحسنها الجميع. والمندوب مشكور عطانا واحد الوعود على انه في قابل الايام من بعد الدخول المدرسي غادي نريحوا معاه وغادي نشوفوا معاه استراتيجيات العامه وبرامج عمل اللي نقدروا نلقاو بها في اطار التعليم ديالنا الاولي داخل مقاطعه سيدي عثمان. من بعدها كما حضرتوا راكم شفتوا تبعتوا معنا، درنا نقاش كذلك مع شركه ديال ليداك وعرفنا فين وصل المشروع ديال المياه العادمه اللي غادي يكون التجميع ديالها ديال شارع 10 مارس ومشكل ديال الحد من الفيضانات ديال الهراويين. استبشرنا على انه غادي يبدا المشروع في 2023 وعنده المشروع فيه تقريبا من هنا ل 2027 غادي يكمل. هذا في حد ذاته راه يعني واحد غيعطي واحد متنفس واحد ارتياح للسكينه ديالنا اللي هي عزيزه على القلوب ديالنا. كذلك ناقشنا معهم المشكل ديال الاناره العموميه اللي بداو دابا كيحيدوا في دوك الخيوط والترصادي باش نشوفوا واحد الاناره اللي غتكون يعني كترضي السكينه ديالنا اللي هي كانت ضعيفه. وعطاونا وعود كذلك على اساس انهم غادي يريحوا معنا في قبيل الايام وغادي نشوفوا معهم الاستراتيجيه العامه ونشوفوا معهم برنامج العمل اللي حطاه شركه ليديك. كذلك نعرفوا الا كان المشكل اكبر من ليديك اقليميا نشوفوا مع جماعه الدار البيضاء في شخص الرئيسه ديالها مشكوره السيده نبيله الرميلي ونناقشوا معهم نشوفوا من المسؤول باش يعطينا واحد تقويه الاناره للشوارع الكبرى اللي ما كتعرفوا لان اختصاص جماعه الدار البيضاء. وعدتنا شركه ليديك على انهم غادي يشوفوا معنا الاناره العموميه داخل الازقه وغادي يرفعوا من التقويه ديالها. نتمنى فعلا نبقاو في الكلام ديالهم لا معود فيهم. وانا كنعرفهم على انهم فعلا بدينا معهم سنين هذه يعني في اي حاجه كتهم مقاطعه سيدي عثمان تكونوا سباقين ليها في اما هو في اطار يعني البيغاج في اطار يعني الواد الحار ولا كذلك في اطار الاناره. نتمنى من الله على ان فعلا هذا الشيء اللي تقال يدار واستبشر السكينه ديالنا وحتى الاعضاء اللي هنا الطريقه باش هضروا بواحد الغيره وبواحد الحماس كله كيبين على ان مقاطعه سيدي عثمان كتحط قدامها هو هموم السكينه ديالها. وكنتمنى لكم نتوما يا مسيره موفقه كصحفيين على التتبع ولا المواكبه باش نقدروا هذا الشيء نوصلوا السكينه ديالنا ونوصل حتى الناس اللي هما مسؤولين باش نوصلوا للمقاطعه في واحد الصوره جميله اللي كنا كنطمحوا لها الا وهو مقاطعه سيدي عثمان تعيش العيش الكريم في اطار الواد الحار في اطار الاناره في اطار يعني كل ما هو كيحيط بها يكون بشكل جميل. وشكرا.